على لقب هذه البطولة في مناسبتين، يصل لهذا الدور للمرة الخامسة في تاريخ النهضة أمام السنفور الجزائري، اللي بهذه الخطوة يحقق إنجاز أول غير مسبوق لقسنطينة. بركان قسنطينة من أجل انتزاع بطاقة الذهاب. 1-0 أول 10 ثواني، هدف لصالح البرتقالي. البرتقالي سجل هدف من حجرات الملابس، يسجل خط موطأ اتحاد العاصمة وبركان تجاوز الفريق لهذا الموعد. بركان التونسي بصعوبة المهمة وأكثر ثاني يكتب التاريخ مع البرتقال. قال مباراة صعبة لمساندة النهضة. هذه العرضية من الجزائر لقب وحيد، كان متألقا سلبيا ذهابا وإيابا وضرب ممعد في الدور النهائي. كرة خطيرة ثاني، لا مشاكل على مستوى محور الدفاع. تمريرة من البحيري يحاول مرور بولت. شوف اللي حتى كرة هنا نادي القسنطيني فيما بركان يعني السيناريو لم يكن على اورلاندو بايرتس. كرة خطيرة، كرة سامة كان متمركز على مستوى القائم الاول بلمسة واحدة. ياس العرش سيكون موسم الحصاد للشعباني الجزائري. بن شاعة تبقى المحاكمة السنفور في ملعب البركان. حاول يكسب فيه اللي ستكون منطقة الفريق الجزائري. خطورة من بركان، فرصة من بوتراما امام للباس، ولو انه يعني في يمين هايتو منعود، عرضية من منعود والدفاع الجزائري. الانتصار ذهابا على ستيلنبوش الجرماني. ايوب خيري يرفع كرة، خيري راسية بالشبكة الثاني، والهدف الثاني للبرتقال الرهيب. راسية في الشبكة بولو باسين السنغالي ولد التيرانجا يرتقي الكرة يتطاول لها يخالط زكريا بوحلفاية. ثاني اهداف النهضة بركانية امام بركان في الهجوم. ينطلق بركان، كرة فريق لا يتمتع بخبرة الحضور، اكتفى بال1-0. هنا كرة خطيرة، فرصة للثالث والثالث يسول ويجول البرتقال القوي. كرة منطقة جزاء بركان الكونغولي. كرة منطقة جزاء، هدف جديد وربحها ميابا 3-0 في قسنطينة. يد القسنطيني الصبية هل ستكون من نصيب تنفيذ. كرة تلعب منطقة جزاء بركان لمحمدي، كول بالقوة يحاول مرور ولكن كرة تقطع تايه من خلاله السنفور. هذه عرضية تبقى الكرة عند بن شاع. كرة توصل طويلة، متابعة من عسال تنتهي عند كونفدرالية لقبين. كرة قسنطينة ينطلق السنفور والدفاع. هاي منعود الكرة الأخيرة. ربح ذهابا 2-1 وخسر الملاوي يمر محاولة مستمرة مع انطلاق الآن لصالح اللاعب بعوش سين بينية مع تحرك ممتاز لأسامة، لكن طاقتي شغل عادة أمام البينية والدفاع. أمام الملاوي رقم 9 ديب يلعب كرة ديب منطقة بركان. كرة السنفور بن شاع والدفاع المغربي. بن شاع السنفور. تقدم هام جدا 2-1 ستكون الان التنفيذ. يلعب كرة ابراهيم ديب في الانتهاء دقائق وزمن الشوط الاول. في هذا لم يكن نتيجة صدفة. كرة لصالح البحث عن بن شاع، اقرب تحيف لصالح بركان بينية ياخذ كرة دفاع الجزائر يتجاوز من خلاله. كرة ترفع لمستوى القائم الاول. حمزة ينجح في رفع الكرة. حمزة خطيرة شبكة العالية يتفوق فيها الفريق المغربي على الدفاع الثاني. رمي التماس تتلف الكرة بسرعة، محاولة خطيرة من بن ستيلنبوش الجنوب افريقي. كرة بينية من خيري، كرة في اليمين منعود والثالث والهدف الثالث. بركان يسجل. أسامة الملاوي كملها. الملاوي يضع كرة بالشبكة، اكتملت في شبكة السنفر.
الهدف الثالث للبرتقال المتوهج. اكتملت الجملة التكتيكية في شباك قسنطينة. 3-0 الثقيلة ممكن يصبح الفريق، والهدف يحتسب لبركان. 3-0 لبركان الان. هنا العرضية الخطيرة يقتل حارس الابعاد سالم ليوي او 19 حمزة المساوي. هنا كورة أسامة صبر خطير ينابغ فرصة للرابع سلام يثبت المدافع بيسرى تهديد مرمى قسنطينة باحثا عن الهدف الرابع. تحيف كورة في العمق من تحيف والدفاع الجزائري يرشحها للوراء. محاولة جزائرية المغرب على حساب النادي الافريقي التونسي بركلات. ترفع كورة من شمس الدين يقدم مطمئن كرة باتجاه السابق الملاوي ترجع يتكهن بهذه النتيجة 3-0 ولكن الأمور تقريبا انتهت وحسمت مبكرا في معنوي في معطيات في كل شيء. سقوط هو من آثار 18 رياحي عماد الرياحي عرضية سهلة عينية والتصدي بالدفاع تبقى قائمة. فرصة الرابع الهدف الرابع عن طريق الملاوي كورة اسكنها الشباك لمسة واحدة خفيفة تجاوزت بوحلفية. الهدف الرابع يأكد انهيار